مؤسسة أنا المصري مؤسسة أهلية مصرية تأسست في فبراير 2008، بتهدف إلى العمل الجاد لتقديم منظومة متكاملة لمكافحة الفقر، وحيث أن البعد الاقتصادي هو أحد أهم أسباب تفاقم العديد من المشكلات في مجتمعنا، فقد سعت مؤسسة أنا المصري إلى خلق كيان قوي معني بالتعامل مع الطبقات الأكثر فقراً، ويمتلك رؤية بعيدة المدى هي مصر بلا فقر، وهو برنامج الإقراض بضمان المجموعة. بدأ العمل ببرنامج الإقراض بضمان المجموعة في فبراير 2010 برأس مال 3 مليون جنيه، من خلال وضع خطة عمل خمسية نحتفل اليوم بإنجازها، حيث تم إصدار 118 ألف قرض بقيمة 103 مليون جنيه من خلال 63 منطقة عمل موزعة على 10 فروع بالقاهرة الكبرى بمحفظة نشطة 19 ألف عميلة بقيمة 12 مليون جنيه. ففي فبراير 2010 تم افتتاح 4 فروع بالبرنامج. فرع شبرا نجح في إصدار 19 ألف قرض بقيمة 17 مليون جنيه بمحفظة نشطة 2500 عميلة بقيمة 1,700,000 جنيه. فرع امبابة نجح في إصدار 13 ألف قرض بقيمة 11 مليون جنيه بمحفظة نشطة 1700 عميلة بقيمة 1,100,000 جنيه. فرع دار السلام نجح في إصدار 17 ألف قرض بقيمة 15 مليون جنيه بمحفظة نشطة 2300 عميلة بقيمة 1,500,000 جنيه. فرع حلوان نجح في إصدار 13 ألف قرض بقيمة 11 مليون جنيه بمحفظة نشطة 1850 عميلة بقيمة 1,100,000 جنيه. وفي أغسطس 2010 تم افتتاح فرعين. المطرية نجح في إصدار 17 ألف قرض بقيمة 15 مليون جنيه بمحفظة نشطة 2400 عميلة بقيمة 1,700,000 جنيه. فرع شبرا الخيمة نجح في إصدار 14 ألف قرض بقيمة 11.5 مليون جنيه بمحفظة نشطة 1950 عميلة بقيمة 1,200,000 جنيه. وفي أغسطس 2011 تم افتتاح فرعين. فرع العمرانية نجح في إصدار 9000 قرض بقيمة 8 مليون جنيه بمحفظة نشطة 1900 عميلة بقيمة 1,200,000 جنيه. فرع عزبة النخل نجح في إصدار 11 ألف قرض بقيمة 10 مليون جنيه بمحفظة نشطة 2500 عميلة بقيمة 1,600,000 جنيه. وفي مايو 2014 تم افتتاح فرع بولاق نجح في إصدار 2000 قرض بقيمة 2 مليون جنيه
بمحفظة نشطة 1500 عميلة بقيمة 900,000 جنيه. وأخيراً وليس آخراً، في ديسمبر 2014 تم افتتاح أحدث فروعنا، وهو فرع منشية ناصر، ووصل إلى 250 عميلة بقيمة 180,000 جنيه بمحفظة نشطة 250 عميلة بقيمة 100,000 جنيه. وبهذا قد يكون اكتمل حلم 5 سنوات، وللأحلام بقية.